هل يؤسس المصريون في الخارج شركة متعددة الجنسيات لشراء الأصول أو الشركات اللي بتطرحها الدولة للبيع، وعددها 32 شركة؟ في الحقيقة هذا الاقتراح يمكن تم تداوله على نطاق واسع الفترة الماضية، خاصة في ظل إحجام المستثمرين العرب والأجانب عن شراء ال 32 شركة اللي الحكومة طرحهم في إطار طبعا برنامج الإصلاح الاقتصادي وشروط صندوق النقد الدولي عشان مصر تاخد الشرائح الباقية من القرض اللي قيمته حوالي 3 مليار دولار. في الحقيقة فكرة عبقرية، أنا معرفش في الحقيقة إزاي الحكومة مفكرتش في كده، أو حتى السيدة وزيرة الهجرة. يعني وأنا بدعوها في الحقيقة إن هي من خلال طبعا عندها قاعدة معلومات كاملة وشاملة عن الجاليات المصرية في العالم كله، إن هي تتصل برؤساء الجاليات المصرية وتطرح عليهم الفكرة وتاخد إجراءات فعلية لتأسيس هذا الكيان المقترح، ونسميها شركة العاملين بالخارج أو نحط لها أي مسمى، خاصة إذا علمنا أن تحولات المصريين للخارج سنويا يعني في الفترة اللي فاتت كان بتقدر حوالي 30 مليار دولار. أعتقد لو نجحنا في تأسيس هذا الكيان ومن خلال حتى شركات متخصصة، يعني ممكن نجيب شركة متخصصة تحط هيكل مالي وإداري وطريقة للاستثمار الآمن لمدخرات المصريين في الخارج، أعتقد إن إحنا هنحقق تدفقات ضخمة جدا دولارية على البلد، وممكن ترفع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، وفي نفس الوقت تحمي أصول الدولة من البيع للأجانب أو العرب. ورغم إن ده موجود في دول العالم، لكن يعني ده بديل أنا أعتقد هيكون بديل وطني وبديل مقبول وبديل مربح كمان. يعني احنا بنتحدث عن بعض الشركات اللي تم بيعها، يعني حققت أرباح بعد بيعها للأجانب أو المستثمرين العرب خلال سنة. يعني معظم الشركات بالمناسبة اللي مطروحة للبيع هي شركات رابحة وتحقق ربح، زي شركة باكين بتاعة البويات. أعتقد لو قدرنا نبلور هذا الكيان هيمثل إضافة كبيرة جدا لمصر، ويبقى تكرار لتجربة رائعة يمكن عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع قناة السويس الجديدة، لما أصر إن التمويل يكون مصري، وجمعنا 64 مليار جنيه في أقل من أسبوع. يمكن أنا يعني كنت بتابع الموضوع ده الملف ده باهتمام. أعتقد مرة تانية وبطالب في الحقيقة وزيرة الهجرة إن هي تبدأ فورا لإنشاء هذا الكيان، وأعتقد المصريين كلهم متحمسين. في الخارج عندنا ملايين المصريين بره نقدر نؤسس هذا الكيان. بشكر حضراتكم. كنت معكم الصحفي هاني عبد